يومنا النهارده من ستوكهولم. في خلال رحلتنا البريه اللي عملناها في شرق اوروبا وكمان شمال اوروبا وصلنا اخيرا السويد. وصلنا ستوكهولم، لقينا نفسنا هنا في ستوكهولم. لقيت نفسي معاهم. المدينة اللي حواليها تساؤلات كتير لدرجة إن في حاجة اسمها متلازمة ستوكهولم. مدينة غريبة قوي وكلها أسرار. عندهم هنا برضو في المدينه القديمه شارع من اضيق الشوارع، زي ما شايفين السلم اللي هناك ده خالص. وأغرب ما فيها المترو بتاعها. تخيل إنك كل يوم وأنت رايح الشغل تبقى ماشي في معرض فني ومتحف كبير، رسومات وتماثيل ولوحات، كل محطة بشكل ولون مختلف. أكيد هتكون مبسوط. أهو ده اللي الحكومة السويدية كانت فاكراه، إن الشعب هيكون مبسوط طول الوقت وهو رايح الشغل وراجع منه. بس تفتكر فعلا كان تأثيرها زي ما كانوا متوقعين؟ لانه بيحصل فيه عمليات انتحار كبيره جدا وكتير جدا. وصلنا لستوكهولم جه بعد رحلة طويلة برية بدأناها من برلين، وعدينا بعديها على 6 دول تقريبا، والسويد هي الدولة رقم 7. وبكده نكون قربنا نوصل لنهاية رحلتنا البرية، وقربنا إننا نلف شمال أوروبا. فاللي فايته أي حاجة من الرحلة يرجع ويشوفها على طول. فاحنا دلوقتي في ستوكهولم، هناخد جوله سريعه في ستوكهولم. مش هتبقى فيها تفاصيل كتير جدا، لكن هنغطي فيها اللي هنقدر نغطيه، لان احنا لازم نتحرك بعد كده على الدنمارك. فتابعوا كل الرحله وما تنسوش تدعمونا كالعاده بلايك واشتراك في القناه، واكتبوا لنا الكومنتات بتاعتكم وتتفرجوا على الفيديو. واللي مش متابع الرحله البريه يلا تابعها، يلا بينا. صباح الفل، احنا في مدينه اسمها توركو، وهنتحرك على طول على السويد ان شاء الله. هناخد عباره، احنا في فنلندا دلوقتي، هناخد عباره. كنت انا اشرحكم بسرعه احنا فين وهنمشي ازاي، عشان بس الجو بره العربيه خايفه. خدنا الراوند ده كله من اول المانيا هنا، لفينا كل ده، وصلنا لفنلندا. دي فنلندا كلها. اول حاجه جينا هلسنكي، بعد كده توركو. احنا دلوقتي في توركو، فهناخد عباره تعدينا الناحيه التانية لحد ما نوصل ستوكهولم. تمام. بس العباره هنمشي لها ربع ساعه من هنا، وهننزل هنا في مدينه نمشي فيها ساعه، بعد كده نوصل ستوكهولم. العباره دي هتاخد تقريبا 8 ساعات. بس دي الرحله وخلاص، قربنا قوي ان شاء الله. هنخلص السويد، بعد كده الدنمارك، وبعد الدنمارك نرجع ان شاء الله على المانيا تاني. طيب وصلنا الفيري، هي اللي واقفه جوه دي العبار، هتعدينا الناحيه التانيه، تقريبا هتاخد 8 ساعات. اوكي ثانك يو، هاف ا جود داي. بس تجربه العباره وان انت تعدي بعبارات جوه اوروبا بصراحه ممتعه وغريبه شويه. ان احنا عدينا المره اللي فاتت من بلد لبلد، من استونيا لفنلندا، ودلوقتي من فنلندا للسويد برضو بعباره تانية. فتجربه جديده ومختلفه ما عملتهاش قبل كده بصراحه، ممتعه. والنهارده برضو هنشوف العباره بقى بالنهار، ونشوف البحر شكله عامل ازاي واجواء وبس. ركننا عربيتنا هنا مع العربيات، نطلع الاليفيتور، تعالي الشياكه يروق. 12 دور. 12 دور المره دي. اللي فاتت كانت كام دور؟ كانت 9. كانت 9. دول 12 دور اهو، يشرح لك فيهم بقى ايه كل حاجه فين. احلى حاجه بقى ايه، نفطر الصبح على البحر الجميل، اجواء. مركب ماشي. احنا دلوقتي خارجين من توركو ورايحين ان شاء الله ستوكهولم. بصراحه الفيري هي فيري، بس هي المفروض يقولوا عليها كروز بصراحه، يعني الفيري دايما بتنقل بقى بضايع وبتنقل عربيات، بتنقل الناس. بس هنا فيها دورين بصراحه شياكه، كباين، حد عايز يسكن فيها، سبا فيها، جيم فيها، جاكوزي فيها، جاكوزي اوت دور. هنتفرج على كل ده دلوقتي، ناكل حاجه بسرعه بس ونطلع نتفرج عليها. طيب المكان ده ممكن تجيبوا اي حاجه تقعدوا تشربوها هنا. طبعا الفيو كله بتاعكم طول ما احنا ماشيين، ده الفيو بتاعك، جزر على اليمين وعلى الشمال من الناحيه التانيه كمان. تخيل الروقان هنا مدى قد ايه. النظام بتاعك الجميل الرايق، اقعد وافرد. عايز اقول لكم هي 12 دور. تعالوا نطلع من بره، فيها اليفيتور موصل كل الادوار. احنا راكنين في الدور الخامس. العربيه بتاعتنا فيها هليكوبتر تنزل هنا، ده مكان هليكوبتر. دي بلاي جراوند للاطفال، وفي واحده ثانيه جوه من الناحيه الثانيه. زي ما قلت لكم ده الهيلي ديك او مهبط الطائرات الهليكوبتر. هنا مكان لعب الاطفال، يلعبوا هنا. عايز اقول لكم فيها جيم
جيم خطير برضو، جيم كبير مش صغير. قعدة تانية، بار تاني وكافيه تاني فيها فاكهة. أرخص حاجة هنا الفاكهة بصراحة. فيها كمان شوب تقدر تشتري حاجات، مايوهات بحر، أسعارها معقولة يعني. ده تقريبا ب20 يورو. السبا والساونا. اطلعوا بره. اوه عايزين تلعبوا بقى لعبة رايقة، الدنيا والجمال. ده لعب بقى بتاعت الحظ، ملناش دعوة بيها. تيجوا هنا بقى، ده مكان تاني، بار تاني، بس قاعدة رايقة ازاي. عايز اقول كمان فيها سوق حرة، بسكوتات، اكل، شرب، كل حاجة جوه هنا برضو، ملابس. ده المطعم، وممكن كمان تطلبوا من الماشين دي وتحاسبوا، او تاخدوا اللي انتوا عايزينه من هنا وبرضو تحاسبوا في الاخر. قهوة، اي حاجة. بصوا القعدات رايقة قوي، القعدات عاملة ازاي، كلها في الروقان. زكي علي كلها او تي في، لو في ماتش بيتذاع. قعدة رايقة جدا بصراحة. عندهم كمان يا جماعة أوضة اجتماعات مجهزة لأي اجتماع، والنت هنا رهيب. الناحية التانية هنا الكراسي، الناس قاعدة ومستمتعة. برضو الفيو بتاعك بحر، التلفزيون مشغل الماتش اللي شغال دلوقتي. أجواء رهيبة. بصوا البوفيه بتاعهم هنا عامل ازاي. طيب انت ممكن تقعد هنا طول الرحلة ب65 يورو. ممكن كمان تقعد تشتغل في أماكن زي كده، تحط بقى الكوفيه بتاعتك، الجاكيت بتاعك، تقعد هنا تشتغل. القراءة بتاعتك موجودة، كل حاجتك متوفرة، كل مكان فيه كهرباء. بصوا يو اس بي وتايب سي، خلاص بقى تايب سي بقى في كل حتة دلوقتي. كلها مجهزة انت تقعد تشتغل فيها براحتك تماما تماما تماما. دي جولتنا في اللاونج هنا. نطلع بسرعة نكمل جولتنا بقيت. معرفش هسميها ايه، كروز ولا معدية، ولا بيقولوا عليها معدية يعني. انا مش عايز ازاي يقولوا عليها معدية. اليفيتور هنا، كل الادوار ال 12 فيها ايه، بارات، سبا، ساونا، اجواء. كباين، فيها كباين للنوم كمان لو قاعدين فترة طويلة. ننزل تحت. دي كابينة لأسرة كبيرة بتشيل 6 أفراد. سريرين بالحجم ده، شيل 2 وسرير كمان فوق. نفس الكلام هنا، سريرين وسرير فوق. تعال افرج كمان على التواليت بتاعتها عاملة ازاي. تواليت صغير بسيط، شاور. شفنا غرف للأسرة، وشفنا غرف لو في 2 بس موجودين، أو كابلز أو صحاب. وهنشوف بقى دلوقتي الفانسي شوية بقى، حاجة كده في الرايق. So this is the owner suite. دي بقى أفخم حاجة موجودة عندنا هنا. وصلنا خلاص، هننزل بسرعة ناخد عربيتنا ونتحرك. يلا عشان متأخرين. يا جماعه وصلنا ستوكهولم. الجو برد قوي ولسه درجه الحراره ما نزلتش تحت الصفر، يعني مثلا تلاقي 4 5 دلوقتي، بس الجو برد قوي. برد العظم اللي هو الوحش ده، اللي هو بيخش عم يعمل ايه؟ بجد. المهم مش هطول عليكم، احنا ماشيين بردانين قوي. هناكل حاجه بسرعه وننام عشان نفرجكم بكره على هو ستوكهولم. مش قادر يخلي ايده بره. ده بجد. يلا اشوفكم الصبح. عايز اقول لكم من اجمل الحاجات في ستوكهولم هي محطات المترو. محطات المترو هنا غريبه جدا ورهيبه جدا، والنظام بتاعها حكايه. بس انا محطه من المحطات على الخط رقم 10، تمام. بصوا الجمال. بصوا المحطة عاملة ازاي. المترو هنا تحت الارض مش متاهه، متاهه دي كلمه قليله.
هم عاملين كانك في مدينه تحت الارض. يعني قال لك هو ليه تحت الارض ما يبقاش ادوار؟ يعني بصوا هنا كام دور، ده عليه قطر، ده عليه قطر تاني، هنا في قطرين. بصوا السلالم نازله من هنا لهنا 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 وتنزل تاني وتنزل تالت. بصوا بقى خريطه الخطوط كلها عامله ازاي. بصوا كام خط، بصوا كام خط. هنا مترو في ستوكهولم. نزلنا من المترو في محطة تانية. بصوا المحطة عاملة ازاي، بصوا التفاصيل. احنا لسه في المترو يا جماعة. المترو هنا ده رحلة لوحده. ستوكهولم المترو فيها حرفيا رحلة لوحده. احنا في التالت رابع محطة، كل محطات حلوة. قعدت خض من الكلب. هي ايه المحطات دي؟ انا يعني بس بحاول ان انا افهم هما ليه بيعملوا كده، والناس ابداع. والناس مكشره في الناس المترو. الناس ماشيه عامله كده. متضايقين من ايه طيب؟ انت متضايقين من ايه بجد؟ بحاول افهم بس متضايقين من بصوا المحطة عاملة ازاي؟ لا تعالوا ناخدكم في جولة المحطة دي كمان. الدنيا هنا كانت مقلوبه، في واحد داس عادي على الارض فقلب الدنيا. الدنيا مقلوبه في السويد. بصوا المحطة عاملة ازاي. بصوا الجمال، بصوا السقف، تفاصيل في الحيطة على اليمين وعلى الشمال. طب بصوا يا جماعة احنا نزلنا محطة غلط. المفروض ان دي محطه يعني كابينها هي وحشه، اللي هو ايه عادية. دي المحطات الجامده يعني، فاهم؟ بصوا عاملة ازاي. بصوا الصخور هنا مقطعينها ازاي، تفاصيل. طيب ليه المترو وليه دخلنا المترو وليه بنتفرج عليه؟ ليه؟ لأن المترو هنا مصنف كأطول متحف في العالم كله. مترو غاية في الجمال والروعة زي ما شايفين، تفاصيل رهيبة. كل محطة فيها ألوانها، فيها تفاصيلها، الصخور اللي فيها. أما علي إيه ده؟ انا عايز اعيط. حلوه قوي، جميله بديعه. عايز اقول لكم على الرغم ان هو اجمل مترو في العالم ويعتبر متحف زي ما قلنا، متحف طويل، الا انه بيحصل فيه عمليات انتحار كبيره جدا وكتير جدا. فخلال الشهور بتاعه الشتاء، لان نسبه الانتحار بتبقى عاليه بسبب الاكتئاب وبسبب الشتاء وبسبب الجو، فالمترو هنا بيخش المحطه بطيء جدا 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 عشان الناس اللي بتحاول ترمي نفسها قدام القطر يلحق يتفاداهم او يقف وما يخبطهمش. المهم يا جماعه احنا بندور هناكل ايه دلوقتي. قابلنا صديقتنا عايشه هنا في السويد. عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ وهي بصراحه يعني هتقول لنا نعمل ايه في ستوكهولم، عشان انا ما اعرفش اي حاجه في المدينه دي. عندهم هنا يا جماعه تونه، اسوأ تونه في العالم. صح؟ موجوده عندكم بس مش هناكلها، لا هناكل حاجه ثانيه حلوه. المهم دخلنا مطعم اسمه ماكس بيعمل برجر، فهنختار حاجه من دول. هو بيعمل بيف او تشيكن بس، فنختار حاجه بسرعه. البطاطس عندهم بص عامله ازاي، بتتعمل بقشرها، ودي احلى حاجه فيها. قول لنا ايه رايك في الساندوتش بقى؟ والله انا مش هقدر اتكلم على الساندوتش، ممكن تبصي على الساندوتش وهو يقول لك يعني. باين. لا حلو بامانه. التشيز حلوه قوي، البيف اللحمه بتاعته كويسه، معموله كويس، مستويه كويسه، التوست او العيش نفسه كويس، في نسبه بطاطس، وهم محمصينه قبل ما يحطوا فيه الساندوتش، فعاملينه حلو قوي. السلطه مش كتير فمش متضايقه منها، في نفس الوقت طعمها حلو، فيها كام حته بصل. الساندوتش معمول بصراحه كبرجر رايق قوي في مكانه. المكان يا جماعه اسمه ماكس، موجود في حتت كتير جدا هنا، في مش اعلان والله. اكلنا فيه اول ما جينا، عجبنا، جينا جربنا تاني، جربنا التشيكن كان حلو، وجربنا برضو البيف. ريت كام من 10؟ اديله 7. 7؟ كل ده 7 7؟ ده رقم كبير، 7 ده رقم كبير بالنسبه لاكل سريع يعني. بس هناكل بسرعه اخر لقمه دي ونتحرك على المدينه القديمه. جاهزه؟ جاهزه، المدينه يلا القديمه، بينا يلا بينا. يلا بينا. يا جماعه ده مبنى البرلمان، بص شكله عامل ازاي. واو جامد قوي. هنا الشرطه عادي يا جماعه جدا، تلاقيهم ماشيين على خيل زي كده. وصلنا المدينه القديمه.
واقف الجمال والروعه بصراحه. مدينه حلوه جدا. شوارع قديمه، المباني القديمه، شكلها، التفاصيل. عاجبني التفاصيل قوي. المكان كمان لونه جراي، الوان الشتاء مختلفه. بصوا يا جماعه، مدينه رهيبه بصراحه. هتحس ان انت ماشيه في فيلم، ماشيه في فيلم حرفيا. المكان ده ماله؟ المكان ده المفروض ان هو بتاع فايكنجز يعني، بس احنا لازم نكون حاجزين عشان ندخل. بس هو تحت تحت الارض، وهو ضلمه موت وكئيب موت، وتخش تحس انت جالك ضيق تنفس كده من كتر ما هو يعني. بس اصلا المدخل بتاعه يعني. ده مطعم؟ اه. بس انت شايف ترشحي ان احنا يعني اي حد يجي يزور المكان يحجز فيه؟ لو ما عندوش حوار ان انا بتخانق من الاماكن الضيقه والضلمه والكلام ده، بس غير كده لا. يخوض التجربه. يا جماعه المطعم ده مطعم صح؟ مطعم فايكنج باجواء الفايكنج، بس هو تحت الارض. اللي بيتخانق من الاماكن المغلقه ما يجيش، لكن ممكن تجربوه بس تحجزوا قبل ما تيجوا، لان احنا دلوقتي ما ينفعش نخشوا لان احنا مش حاجزين. احنا عاملين رود تريب زي ما انتم عارفين، ماشيين في الطريق لقينا نفسنا هنا في ستوكهولم. لقيت نفسي معاهم. بس اهو المكان اهو اسمه ايه؟ استنى، فيبنر. عندهم هنا برضو في المدينه القديمه شارع من اضيق الشوارع، زي ما انتم شايفين السلم اللي هناك ده خالص. تعالوا كده، هنا واسع شويه، بس لو مشيتوا قدام شويه اهو بص الشارع بقى عامل ازاي، ضيق جدا لحد ما توصل لفوق. توصل لفوق. الشارع بقى ضيق قوي. تمام. عايز اقول حاجه مهمه، ان الشوارع دي موجوده في مدن كتير قديمه في اوروبا، من ضمنهم براغ طبعا. لو فاكرين كان في اضيق شارع في العالم صورناه هناك. بص الشارع ده الشارع، وده اسم الشارع فوق. تمام. وفي ناس عايشه وساكنه جواه يعني. لو جيتوا لاحظتوا هنا هتلاقوا ان الباب ده ليه كود عشان بيتقفل بالليل، عشان الناس بتعدي منه ليه بيوتها. من اهم الحاجات اللي تعملها هنا وانت موجود ان انت تاخد مركب بقى، والمركب هنا بيتركب بكارت المواصلات العادي، عادي جدا. تاخد المركب ويمشي فيك في البحر، اجواء لطيفه، تتفرج على الدنيا وعلى الجمال. وده اللي هنعمله دلوقتي. بس خلوا بالكم ليه بقى في مركب؟ ايوه ليه؟ ايوه ليه بقى؟ ليه بقى؟ لان هي السويد او ستوكهولم عامه عباره عن جزر، والناس بتوصل يعني زيها زي المترو والباص زي المواصلات يعني. دي مواصلات، بالظبط. مركب صغير مواصلات يا جماعه. الملاهي دي من اقدم الملاهي الموجوده، مش بس في السويد، يمكن في العالم. عايز اقول لكم تقريبا بقالها 120 سنه. بس هي خلوا بالكم برضه سيزونال، يعني ما بتشتغلش على طول، ليها مواسم. اعتقد هي مش شغاله دلوقتي، فاللي يجي برضه يتاكد من مواعيدها قبل ما يجي يزورها. مفيش اي حاجه شغاله فيها لغايه دلوقتي. بس حبيت اقول ان هي من المعالم المدينه بتاعت ستوكهولم، ومن الحاجات اللي الناس بتيجي وتزورها وتلعب فيها وتقضي وقت لطيف فيها. يا جماعه احنا في ستوكهولم، وقلنا بقى ايه، نفرجكم على المدينه من فوق. ماشي، هات لي هنا. عايز اقول لكم بقى المدينه بالليل مختلفه تماما. هو مش بالليل، الساعه دلوقتي 3:30 تقريبا وداخله على 4 بس، فالليل ليل زي ما انتم شايفين. بس المدينه الوانها وشكل المباني فيها في الوقت اللي هو بقى اول ما الدنيا تبدا تضلم حاجه تانية خالص بجد. بصوا المبنى الوراني عامل ازاي يا جماعه. المدينه حلوه قوي 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 بالليل، مش طبيعيه والله العظيم، ما طبيعيه. المدينه جميله جدا جدا جدا. بصوا الجمال، الدنيا رايقه والله العظيم. ستوكهولم. طيب بصوا يا جماعه، هنا برضو في واحنا ماشيين لقينا مسلتين على البحر. المسلتين دول مستوحاه طبعا، هم مش اصليين يعني، مستوحاه من الحضاره المصريه. يا على الجمال.
خلصت جولتنا في ستوكهولم، لكن رحلتنا البريه لسه ما خلصتش. طالعين على الدنمارك كوبنهاجن، يا رب نوصل بالسلامه ان شاء الله. فتابعوا الرحله البريه اللي هي خدناها من المانيا، شرق اوروبا، شمال اوروبا، وراجعين تاني على المانيا. وخلص فيديو النهارده للاسف وبسرعه. تنسوش تدعمونا كالعاده بلايك واشتراك في القناه. سلام.